ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو الشتاء ايه غير شوية محشي كرنب مع شوية محشي ورق عنب ينزلوا حرفيا في قلبنا مش في معدتنا. اول ما الدنيا بتشتي كده والجو بيبتدي يسقع، الصراحة بحب جدا جدا اعمل محاشي. النهاردة هعمل معاكم محشي كرنب زي ما انتم شايفين كده، محشي كده لوز فعلا وورق عنب. بس قبل ما ندخل على الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفوني، وكمان كومنتات حلوه كتير زيكم. دلوقتي يلا بينا على وصفتنا. اول حاجه هجيب حله هحط فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين كده. انا مش بحط سمنه في الاول خالص، هحط شويه زيت حلوين كده. انا عارفه ان الزيت غالي بس يعني حطي على قد امكانياتك. وهننزل بقى بالبصل المفروم بتاعنا في الكبه، عايزه تقطعيه على ايدك قطعيه. انا عن نفسي يا جماعه ما بستحملش خالص ان انا اقطع البصل او حتى شمه، فبعمله في الكبه كده زي ما انتم شايفين. بخرطه خالص ناعم، يعني بضربه يكون ناعم خالص عشان ما بحبش البصل يبقى باين في الاكل قوي. وخلاص البصل بتاعي كده ابتدى ياخد تشويحة، يبقى لونه كده ذهبي، حاجة بسيطة. انزل عليه بشوية فلفل اسود وشوية كزبرة ناشفة وشوية بهارات محاشي من اختراعي، هعملها لكم في فيديو كده لوحده. بس على العموم هي شوية بهارات كده حلوين قوي، هعملها لكم فيديو ما تقلقوش. وشوية بهارات بقى محاشي انا جايباهم من العطار، انت ممكن تكتفي بالفلفل الاسود والكزبره وبهارات المحشي من العطار لحد ما اقول لكم على او اعمل لكم فيديو بهارات المحشي. تمام كده هبتدي ان انا اديها تشويحه حلوه زي ما انتم شايفين كده. الريحه بتبقى فظيعه. ليه بحط بهارات على البصل والزيت؟ عشان بتطلع الزيوت العطريه بتاعتها. وكمان هنزل بقى بشويه بابريكا كده بتديلها لون حلو قوي. خلوا بالكم انا هنا ما حطيتش كمون، لو عايزين تحطوا كمون حطوا حبه برضو عادي مفيش مشكله. عندي هنا بقى الطماطم معصوره ومتسبكه وجاهزه، يعني انا دايما بحب يكون الطماطم عندي جاهزه على الطبيخ على طول. فلو انت مش عندك طماطم مخزناها تقدري ان انت تجيبي كيلو طماطم تعصريه وتنزلي بيه على البصل، تسيبيه يتسبك خالص. وبعد كده ننزل بالرز بتاعنا. انا نزلت تقريبا هنا كوبايتين رز مغسول ومتصفي كويس جدا جدا عشان مش عايزه يبقى فيه اي ميه. عندي بقى هنا خضره المحشي، الشبت والكزبره والبقدونس. بجد انا بحب المحشي جدا في الشتاء، اكيد كلنا بنحب المحاشي في الشتاء. وعندي هنا بقى الكرنب ده انا كنت مفرزاه، بجيب الكرنب بقطعه بسلقه وبصفيه وبحطه في الفريزر. وعندي هنا الورق عنب انا برضو مظبطاه كده من قبلها بليله. عايزه اقول لكم ان انا عامله الخلطه ومظبطه الكرنب والورق عنب ومظبطاهم كل حاجه على الحشو قبلها بليله. تمام. جبت بقى هنا صينيه، ايوه صينيه زي ما انتم سامعين كده، هحط فيها عيدان الخضره. وعندي حله هحط فيها عيدان ورق العنب. الصينيه دي هعمل فيها محشي الكرنب. وجربوا كده تعملوا محشي الكرنب يا جماعه في صينيه مش في حله، جربوه بجد وهتدعوا لي، طعمه مختلف تماما عن اللي بيتعمل في حله. وهحط بقى كده الخضره على الرز والتسبيكه. ولقيت ان خلطه المحشي محتاجه شويه ملح كده وشويه بهارات وشويه بابريكا، فزودت كده عشان يكون التست مظبوط جدا معايا. لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا انزلوا اعملوا لايك دلوقتي لو الفيديو عجبكم، وكمان كومنتات حلوه زيكم واشتراك في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني. وهحط كده بقى شويه زيت عشان يخلوا برضو الرز كده مفلفل وجميل. وهبتدي ان انا اقلب واحشي بقى الكرنب بتاعي اللي انا مفرزاه. وعايزه اقول لكم الكرنب يا جماعه لو اتفرز صح ما بيجلدش نهائي. هعمل لكم برضو فيديو ازاي تفرزوا الكرنب بالذات عشان احنا داخلين على رمضان، وكل سنه وانتم طيبين طبعا ورمضان كريم عليكم. وهبتدي بقى ان انا احشي كل الكرنب اللي عندي بالشكل ده. هعمل حبه معاكم واكمل انا بقى الصينيه بعدين. عايزه اقول لكم عيدان الخضره اللي بحطها في الصينيه من تحت دي بتدي طعم بجد خرافه للمحشي. بصوا بقى انا المحشي بتاعي من التركات برضو اللي بتطلع المحشي بتاعي الصراحه اللهم لك الحمد، يعني اللهم بارك، مميز جدا. هو ان انا بحط كميه رز قليله والكرنب بيكون اكتر من الرز، فلما تيجي تاكلي صباع المحشي هتحسي بطعم الكرنب في بقك مش بطعم الرز اكتر. زي ما انتم شايفين كده خلاص عملت الصينيه كلها بالشكل ده، شكلها الصراحه تحفه. بحب كده ارص الرصه تكون منظمه مش ارمي كده وخلاص. بس كده بقى عندي هنا بقى الصينيه بتاعت ورق العنب، حطيت فيها ليمون من تحت برضو بيديله مزازه رهيبه.
بالنسبة لصينية الكرنب هحط فوق كده معلقه من الصلصه. لو عندك صلصه محشي متبقيه ممكن تحطي معلقه، انت مش محتاجه ان انت تجيبي صلصه برطمانات. وكمان معلقه سمنه، وده اللي انا قلت لكم عليه، ان انا مش بحط سمنه في التخديعه بتاعتي، لا انا بحطها فوق الوش فبتديها تست هيل كانك حاطه برطمان سمنه عليها. وهبتدي ان انا انزل بالشوربه بتاعتي. عندي شوربه كنت برضو مخزناها، ومش بخلي الشوربه تطلع فوق، لا لحد بس نص الصينيه، ما تطلعش فوق الكرنب خالص. بشغل الفرن فوق وتحت على اعلى درجه حراره في الرف اللي قبل الاخير، بشغلها كده الفرن تقريبا حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، والكرنب بيطلع تحفه. واعملي له برضو تيست قبل ما تطلعيه. عندي بقى هنا الرز اللي متبقي هحط عليه دبس رمان. بجد يا جماعة الدبس الرمان بيخلي محشي ورق عنب، محشي ورق عنب مصري سوري لبناني، بجد يعني ورق عنب مصري شامي، بيطلع طعمه حلو جدا. وكمان بحط رشة نعناع مجفف، بفركها كده بالشكل ده، وبقلب بقى كل ده مع بعض. وعايزة اقول لكم برضو اللهم بارك، انا بعمل ورق عنب جميل جدا جدا جدا، واللي بياكله فعلا بيحس ان هو مميز. تمام كده خلاص هبتدي بقى ان انا احشي ورق عنب. كلكم طبعا شاطرين وعارفين احنا بنحشي ازاي، بس في بنات كتير لسه ما تعرفش، في بنات كتير اصلا لسه على فكره ما بتعرفش تعمل محاشي لحد الان، يعني في سننا كده واكبر مننا بشويه ما بيعرفوش يعملوا محاشي خالص. فبنجيب الورقه على اليمين وعلى الشمال ونبتدي ان احنا نرولها كده بالشكل ده. هجيب برضو واحدة تانية عشان اوريها لكم من على قرب، عشان الاتنين التانيين ما كانوش باينين قوي. وعايزه اقول لكم عيدان الورق عنب لما بتكون تحت برضو بتدي مزازه كده للورق عنب. لو انتوا ما بتحبوش الورق عنب يكون مزز معاكم خلاص استبعدوا دبس الرمان، بس بجد انا نفسي تجربوه مره كده هيعجبكم جدا. والشرايح الليمون من تحت بتديلها تيست هايل. هكمل بقى بقيه الحله كلها بالشكل ده. وخلصنا حله الورق عنب، ضهري وجعني قوي فيها الصراحه، الورق عنب مجهد اكتر من الكرنب كمان. وهبتدي ان انا احط بقى دبس رمان كده على الوش من فوق، بيديله برضو طعم تحفه. عايزه اقول لكم ان الشوام بيحطوا دبس رمان ودبس تمر، بجد اللي ده حاجه اسمها يالنجي هيعرف ان اليالنجي طعمه حلو جدا بتاع السوريين. وهحط رشه زيت كده فوق الوش. احنا مش بنحط على الورق عنب سمنه يا جماعه، لو انتوا عايزين تعملوه بالطريقه المصريه حطوا عليه سمنه. وشويه شوربه بقى، برضو مش بحب احط الشوربه كتير لان انا مش بحب الرز يعجن. يعني انا بالنسبه لي المحشي لو كلته معجن والله بجد مستحيل احطه في بقي. فالصف الاخير واللي قبل الاخير كده مش بحط عليه شوربه. وهبتدي اشغل النار عليه، والكرنب خلص خلاص وهناكل بقى اخيرا. بجد حرفيا كان طعمه فوق 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 الفظيع. خلاص خلصنا كده الكرنب والورق عنب بتاعنا والفراخ. كنت عاملاها بتتبيله برضو تحفه، بس دي هعملها لكم في فيديو لوحدها عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. وزي ما انتم شايفين كده الكرنب صوابع كده صغيره وبتلمع، والورق عنب بجد خطير خطير خطير. ولو فيديو النهارده عجبكم متنسوش تعملوا لايكات كتيره قوي وكومنتات حلوه زيكم، اشتراك في القناه. اشوفكم الفيديو جاي على خير، وباي باي.